ماذا تعرف عن الشيخ عبد الرحمن العدني؟ الشيخ عبد الرحمن العدني من المشايخ الفضلاء ومن طلاب العلم النجباء. أدركته في بداية الوحدة، كان شابا ما زال شابا، يدرس في وادي دماج، يدرس كتاب الدراري تقريبا في بداية العشرينيات من عمره، وهو مرجع الناس في ذاك الوقت. فالشيخ عبد الرحمن ميزه الله جل وعلا بدماثة الأخلاق وحسن التعامل والحلم والحكمة وسعة ذاكرته وحفظه، خصوصا في الفقه. كان آية في الفقه، وكان شيخنا مقبل يسأله ويراجعه في بعض المسائل. ثم اغتالته الأيدي الآثمة في مركزه في الفيوش عندما كان قاصدا الجامع ويحمل معه كتاب علم، فجاء هذا الداعشي ومن سانده باغتياله، فأطلق عليه النار وهو يقول له اتق الله اتق الله حتى أرداه صريعا. وفجع أهل السنة بوفاته رحمه الله تعالى، وقد ابتلاه الله جل وعلا بأذية بعض إخوانه من طلاب العلم، لكنه كان حكيما حليما صبورا فاحتمل الأذية في سبيل الله عز وجل. ونسأل الله جل وعلا أن يبلغه منازل الشهداء يوم القيامة.